السلام عليكم أبطال تالتة ثانوي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا في أحسن حال. خدنا في الدرس اللي فات التعليم والأحوال السياسية والقوة العسكرية، وعرفنا إزاي محمد علي طور في الجيش وإزاي عمل الأسطول والأسلحة اللي هيحارب بيها. ويا ريت اللي ما شافش الدرس اللي فات يروح يشوفه علشان يقدر يتابع ويفهم معانا، لأن الأحداث مبنية على بعض. هسيب لكم الرابط بتاعه في الوصف تحت الفيديو. والنهاردة إن شاء الله هنتكلم عن سياسة مصر الخارجية في عهد محمد علي ومحاولات الاستقلال عن الدولة العثمانية. يعني هنعرف فيها الحروب اللي خاضها محمد علي، وكمان ازاي كان عايز يستقل عن الدولة العثمانية ويكون رابطة عربية تواجه الرابطة العثمانية. وكمان هنعرف موقف الدول الأوروبية كان عامل ازاي مع محمد علي. فعايزكم تركزوا معايا كويس لأن الدرس ده مهم جدا. ويلا ما نطولش أكتر من كده ونخش على الشرح بتاعنا. هنتكلم الأول عن حروب محمد علي. في الأول لازم تعرف إن مصر من زمان ما كانتش معزولة عن العالم، بالعكس كان ليها علاقات مع باقي الدول، سواء كانت العلاقات دي بسبب موقعها المتميز اللي بيربط بين الشرق والغرب أو بسبب مجالها الحيوي، يعني علاقتها مع جيرانها اللي حواليها زي السودان وليبيا والشام. لكن الكلام ده ما فضلش على حاله، الكلام ده اتغير. طب امتى اتغير؟ في مطلع القرن ال16، وبالظبط في سنة 1517 لما العثمانيين هزموا المماليك في موقعة الريدانية. ومن ساعتها ومصر بقت ولاية من الولايات العثمانية، والدولة العثمانية رابطة كبيرة فيها دول كتير عربية وأجنبية وكلهم تحت سلطة السلطان العثماني. وبقيت مصر واحدة منهم تابعة للسلطان العثماني وبتسمع كلامه سواء في الحرب أو السلم، يعني هو اللي بيحدد علاقات مصر الخارجية مع أي دولة تانية. فاكرين لويس ال15 لما طلب مصر طلبها من مين؟ ما راحش يطلبها من والي مصر، طلبها من السلطان العثماني. طيب الوالي لازمته إيه شغلته؟ الوالي كانت كل مهمته إنه يشرف على قرارات السلطان وينفذها في الولاية ويجمع الضرائب ويبعتها له. والزمن يلف ويدور وتعدي سنين وسنين والدنيا تاجي على الدولة العثمانية اللي كانت قوية ومسيطرة على كل الولايات اللي تحت يدها بدأت تضعف وتضعف وتضعف. ضعفت الدولة العثمانية لدرجة إن الدول الأوروبية كانت بتسميها رجل أوروبا المريض، اللي الكل مستنيه يموت علشان يورثوا أملاكه ويقسموها عليهم. وفي يوم اسود على الدولة العثمانية حصلت فيه حاجة غير متوقعة تماما. ايه اللي حصل يا ترى؟ قامت ثورة في مصر ضد الوالي العثماني خورشيد باشا. ليه عايزيه شعب مصر عامل ثورة ليه يا جميل يا عسل انت؟ الشعب عايز يزيل خورشيد باشا ويختار واحد تاني علشان يعين السلطان بدل خورشيد. الواحد ده اسمه محمد علي. نعم بتقول ايه يا شعب مصر؟ هو من امتى الشعب كان له رأي في تعيين الوالي؟ من امتى الرعية هي اللي بتختار الوالي وتطلب من السلطان انه يعين فلان او علان؟ قاعد يفكر السلطان العثماني اعمل ايه في المصيبة دي؟ انا عندي مشاكل كتير في الولايات بتاعتي ومش ناقص مشاكل تاني. عموما خلاص انا موافق على طلبهم واعين لهم محمد علي اللي هم عايزينه واريح دماغي. راح مطلع فرمان بتولية محمد علي والي على مصر. ولما تولى محمد علي حكم مصر كان عنده طموحات كبيرة وكان عايز يخلي مصر احسن دولة في العالم. ازاي مصر بموقعها المتميز ده والخير اللي فيها ده كله وتبقى حالها كده؟ فبدأ يعمل اصلاحات، خصوصا الاصلاحات الاقتصادية والعسكرية. الاصلاحات دي زادت من قوة محمد علي وبدأت مصر تكبر وتكبر. مين اللي يتضايق من الموضوع ده ويحس بالخطر؟ السلطان العثماني. طيب ليه؟ هقول لك ليه بس ركز معايا. محمد علي بتزداد قوته يوم بعد يوم، وانا كدولة عثمانية ضعيفة وعندي ولايات كتير عايزة تنفصل عني. لما يجي واحد زي محمد علي يبقى اقوى مني، طب هسيطر عليه ازاي اسيطر على واحد عنده قوات واسلحة متقدمة عني؟ فكر السلطان العثماني انه يضرب عصفورين بحجر واحد. قال لك انا هعمل فكرة تخليني اقضي على الحركات الانفصالية وفي نفس الوقت اضعف من قوة محمد علي. ازاي هتعمل كده يا ابو السلاطين؟ فهمنا بالراحة. قال انا هخلي محمد علي يروح يحارب ويخمد الثورات والحركات الانفصالية اللي عندي، فهيقدر ينتصر عليهم طبعا لانه قوي، بس في نفس الوقت قوته هتضعف من كتر الحروب. زي واحد طالع من خناقة مهما كان قوي برضه طالع تعبان، جات له ضربة من هنا او ضربة من هنا الامر ما يسلمش، وكده ابقى حققت هدفي.
قضيت على الحركات الانفصالية وأضعفت قوة محمد علي. وفعلا بدأ السلطان العثماني ينفذ خطته، وطلب من محمد علي انه يروح يقضي على الحركات الوهابية اللي في شبه الجزيرة العربية. محمد علي طبعا بعت قواته وقدر يخمد الحركة الوهابية ويسيطر عليها. وحصلت حركة تاني في اليونان، السلطان العثماني يبعت مين؟ محمد علي برضه. يروح محمد علي ويقدر ينتصر على الحركة اللي في اليونان ويخمد الثورة. السلطان العثماني طبعا مبسوط من اللعبة دي، وكل ما يحصل حاجة في اي ولاية من ولاياته، يلا يا حمادة روح اقضي لي عليها وظبط لي الدنيا. وسلطان السلاطين قاعد مكانه ومنتعش والحياة حلوة ولونها بمبي، لغاية ما حصل اللي خايف منه السلطان العثماني. ايه اللي حصل يا ترى؟ محمد علي هو كمان يفكر ينفصل عن الدولة العثمانية. محمد علي قال لنفسه انا اقوى من السلطان ما قادرش على الحركة الوهابية وانا اللي رحت وقضيت عليها، وما قدرش برضه على ثورات اليونان وانا اللي رحت وانتصرت عليهم، يبقى انا ليه اكون تابع للسلطان وانا اقوى منه؟ ليه اكون تابع لواحد ضعيف؟ انا هنفصل عن الدولة العثمانية، بس انا مش هنفصل زي الولايات التانية، انا لازم اتعلم من اخطائهم. انا علشان انفصل لازم تكون عندي رابطة قوية اقدر اواجه بيها الرابطة العثمانية. الدول اللي حاولت تنفصل بمفردها انهزمت. طب ليه؟ لانها كانت لوحدها قدام الرابطة العثمانية اللي فيها ولايات كتير، فانا لازم يكون عندي رابطة وكيان كبير برضو اقدر اقف بيه قدام الدولة العثمانية وانا مطمن. طب اعمل ايه علشان اكون الرابطة دي؟ قال انا دلوقتي معايا مصر، فلازم اخد السودان والجزيرة العربية والشام، يبقى انا كده امنت مصر من جميع النواحي وجمعت البلاد دي تحت رابطة واحدة اسمها الرابطة العربية اللي اقدر اواجه بيها الرابطة العثمانية. وطبعا هخلي الحكومة المركزية بتاعتي في مصر علشان اقدر بعد كده اتوسع لبلاد تاني. كده عرفنا محمد علي مخه شغال ازاي وبيفكر يعمل ايه. وعلشان محمد علي يعمل كل ده ويحقق اللي هو عايزه خاض حروب كتير جدا، وهنصنف الحروب دي لنوعيا، منها اللي دخلها محمد علي بأمر من السلطان العثماني زي حروب الوهابيين وحروب اليونان، ومنها اللي دخلها محمد علي بإرادته ومزاجه علشان يتوسع في بلاد تانية ويسيطر عليها. تعال نشوف الحروب دي كلها وإزاي خدمت محمد علي في تحقيق هدفه. هنبدأ بالحروب اللي دخلها محمد علي بأمر من السلطان العثماني، ونتكلم أولا عن حروب الجزيرة العربية. السلطان العثماني طلب من محمد علي إنه يروح يقضي على الحركة الوهابية هناك. محمد علي قال له من عينيا الاتنين يا سلطان السلاطين، بس لي طلب صغير عندك بعد إذنك، ممكن تديني الشام لأنها هتساعدني في الحرب مع الوهابيين ويبقى كده عملت معايا الصح وزيادة. قال له لا مش هينفع، شوف انت هتعمل ايه من غير الشام. فجمع محمد علي قواته وبعتها على الجزيرة العربية وقضى على الحركة الوهابية هناك وأسقط الدولة السعودية الأولى. تمام كده محمد علي انتصر على الوهابيين. عايزين نعرف بقى ايه الفايدة اللي عادت على محمد علي بعد الحرب دي. فايدة واحدة، قول فوايد يا عم الحاج. لما قضى محمد علي على الحركة الوهابية السلطان العثماني انبسط منه قوي قوي، وقال لمحمد علي انا هديلك مكافأة كبيرة ما كنتش تحلم بيها، ما بعملش الكلام ده غير مع الغاليين خلي بالك. طب وايه المكافأة دي يا عم السلطان؟ قال له انا هوطد مركزك في مصر، يعني هرجيك من حاكم تابع لحاكم مستقل. معناه هي الكلام ده يا سلطنة؟ انا لسه مش فاهم. يعني انت يا محمد يا علي مش هتبعت لي ضرايب بعد كده من مصر؟ كل الضرايب والفلوس اللي كنت بتبعتها لي خلاص خدها علشانك يا حمادة، اعمل بيها اللي انت عايزه علشان تعرف انا بحبك كدية. ومش بس كده كمان، انا هديلك مشيخة الحرم المكي، يعني محمد علي بيجي هو شريف مكة يعني حاكم مكة، ودي مكانة اسلامية عالية مش اي حد ياخدها. وما نسيش السلطان العثماني ابراهيم ابن محمد علي لانه كان القائد بتاعهم في الحرب، وقال له خد كمان الهدية دي مني لابنك الواد ابراهيم، الواد ده تعب معانا في الحرب ويستاهل كل خير، انا هديله ولاية جدة مش خسارة فيه. بالشكل ده بيجي مصر ليها وجود عسكري وسياسي في الجزيرة العربية، وجود عسكري لان الجيش بتاعنا هناك، ووجود سياسي لان محمد علي هو شريف مكة يعني هو اللي بيحكم مكة. مش يسكت بقى محمد علي ويقول بارك الله فيما رزق كفاية عليا كده، لا، محمد علي كانت عنده طموحات ملهاش حدود. راح بعت قواته وضم الحجاز ونجد وعسير وجزء من اليمن والخليج العربي. ولما لقي محمد علي تحت يده البلاد دي كلها جات له في الوقت ده فكرة الرابطة العربية. الرابطة العربية اللي عايز يعملها ويكونها علشان يواجه بيها الرابطة العثمانية. انا دلوقتي معايا مصر والجزيرة العربية، ناقصني السودان والشام واعمل الرابطة العربية اللي بحلم بيها. مين اللي شايف الكلام ده كله بقى ومراقب توسعات محمد
علي. بريطانيا؟ ايه يا بريطانيا، انت حط عينك علينا في السبوبة ليه؟ ما تسيبينا في حالنا وتخليك في حالك. بريطانيا قالت ما هو ده حالي، لما تسيطر على مصر والجزيرة العربية تبقى سيطرت على البحر الأحمر، والبحر الأحمر هو طريق التجارة والمواصلات بتاعي، والسفن بتاعتنا رايحة جاية هناك، فأنا كبريطانيا لازم أحذر من محمد علي وأحطه تحت عينيا. كده عرفنا إزاي محمد علي استفاد من حروب الجزيرة العربية اللي كانت بأمر من السلطان العثماني. ويلا نروح على الحرب الثانية اللي كانت برضه بأمر من السلطان العثماني، اللي هي حروب اليونان. حصلت ثورة في اليونان بالضبط في جزيرة اسمها جزيرة المورا، علشان كده بنسمي الحروب دي حروب المورا. السلطان العثماني يعمل ايه؟ يبعت محمد علي، يلا يا حمادة روح على اليونان علشان تقضي على الثورة هناك. وفعلا محمد علي بعت قواته بقيادة ابنه ابراهيم وقدر يخمد ثورة اليونان. والجنود المصريين لما راحوا اليونان اثبتوا جدارة كبيرة جدا في القتال. مين اللي تحس بالخطر في الوقت ده؟ انجلترا برضه. الحقوا يا جماعة، محمد علي بعت قواته في اوروبا وبيضرب دولة اوروبية اللي هي اليونان. ويا عالم بعد كده هيعمل ايه معانا؟ يمكن الدور الجاي يكون علينا احنا كمان، لازم نلحق الموضوع ده قبل ما يخرج من ايدينا. وفعلا الدول الاوروبية اتحدت وراحت دمرت الاسطول بتاع محمد علي، وطلبت الدول الاوروبية من محمد علي انه يعمل معهم اتفاقية بانهاء الحرب. ركز كده، الدول الاوروبية عايزة تعمل اتفاقية مع مين؟ مع محمد علي. طب ليه مش المفروض انهم يعملوا الاتفاقية مع السلطان العثماني؟ ده معناه ان الناس دي شايفة ان محمد علي اقوى من السلطان العثماني، علشان كده طلبوا انهم يعملوا الاتفاقية معاه. محمد علي يحس بنفسه وقوته ويفكر اكتر واكتر في فكرة الرابطة العربية اللي عايز يعملها. دلوقتي مكانتي ومكانة مصر الدولية زادت لدرجة ان الدول الاوروبية بجلالة قدرها بقت تتفق معايا انا مش مع السلطان العثماني. وفعلا محمد علي اتفق على انهاء الحرب ورجع قواته على مصر. طب تعال نفكر كده، ايه اللي استفاده محمد علي من حروب اليونان؟ اولا الجيش اكتسب خبرات ميدانية. لما راح الجيش المصري يحارب الدول الاوروبية على النظام الحديث فهم اكتر وتعلم اكتر ازاي بتكون الحروب وازاي بتكون المناورات والخطط وكل الحاجات التابعة للحرب الحديثة. بس محمد علي اتدمر الاسطول بتاعه، يعني خسر السفن اللي كان رايح يحارب بيها. الدول الاوروبية دمرتها، فراح للسلطان العثماني وقال له بصراحة كده يا عم السلطان، انا الحرب دي واقفة عليها بخسارة، رحت واتدمر الاسطول من غير ما استفاد حاجة، انا عايز تعويض عن اللي حصل، اديني الشام تبقى انت كده خدمتني خدمة العمر. قال له برضو لا بلاش الشام، انا هديلك جزيرة كريت. جزيرة كريت حلوة يا حمو وهواها بحري وتقدر تصيف فيها انت وعيالك. ابسط يا عم، مين كدك؟ ابسط يا عم ابسط. كده عرفنا الحروب اللي عملها محمد علي بأمر من السلطان العثماني اللي هي حروب الجزيرة العربية وحروب اليونان. تعال بقى نعرف الحروب اللي عملها محمد علي بإرادته، يعني عملها بمزاجه علشان يتوسع أكتر ويحقق هدفه اللي هو إيه؟ الرابطة العربية. وأول حرب هنتكلم عليها هي حرب السودان. محمد علي قال السلطان العثماني مش عايز يديني الشام وأنا عايز أتوسع وأحقق هدفي، خلاص نأجل موضوع الشام شوية لأنه تبع الدولة العثمانية ونروح على السودان. السودان مش تبع الدولة العثمانية، محدش يقدر يتكلم معايا، والسودان هي المكان الحيوي لمصر، يعني الامتداد الطبيعي ناحية الجنوب. فقال انا هبعت قواتي الى السودان من ناحية احقق هدفي وتوسعاتي، ومن ناحية تانية اروح اشوف المماليك اللي هربوا من مصر بعد مذبحة القلعة وراحوا قعدوا في دنقلة في السودان. يعني المماليك لسه موجودين؟ ايوه كان في ناس لسه منهم موجودين في السودان. وكمان علشان انمي التجارة وافتح اسواق جديدة واسواق للبضاعة بتاعتي. فتح السودان يخليني اروح ابيع المنتجات المصرية هناك واكسب منها، ومفيش مانع اني اخد جنود من السودانيين. تاني يا محمد يا علي، ما انت كان ليك تجربة فاشلة معاهم قبل كده؟ لا بس المرة دي انا هعرف استخدمهم ازاي وفيا. وفي نفس الوقت سمعت ان في هناك مناجم ذهب وماس، عايز اروح اشوف الحكاية دي لان الذهب مهم جدا في التبادل التجاري. كل الاسباب دي كوم، والسبب الرئيسي كوم لوحده اللي هو ايه؟ انه يعمل الرابطة العربية اللي بيحلم بيها، لان دلوقتي معاه مصر والجزيرة العربية، ولما يكون معاه السودان كمان يبقى سيطر على البحر الأحمر سيطرة كاملة. وفعلا راح محمد علي على السودان وقدر يوحدها دولة واحدة بعد ما كانت إمارات كتير، وقام معين عليها حاكم برتبة حكمدار. الراجل ده هيكون في يده السلطة العسكرية والمدنية، بس السلطة دي مش مطلقة، يعني ما ياخدش قرارات من نفسه، لازم ينسق الأول مع الدواوين في مصر. يعني السلطة الأساسية في مصر طبعا اللي فيها محمد علي، وقسم السودان
السودان زي ما عمل في مصر، نفس التقسيم الإداري، قسمها المديريات والمديريات الأقسام وهكذا، وبنى فيها مدن جديدة زي مدينة الخرطوم ومدينة كسلة اللي على النيل الأزرق، وكمان دخل زراعات مصرية في السودان زي القمح والخضروات والفواكه، وراح يكتشف منابع النيل وأوساط أفريقيا وعمل توسعات هناك. التوسعات دي اللي عملها محمد علي هيكملها بعده حفيده إسماعيل. كده اتكلمنا عن التوسع في السودان، يلا نتكلم عن التوسع في الشام والأناضول والحروب اللي حصلت هناك. محمد علي كان موضوع الشام ده واكل دماغه نفسه ومنع عينه انه ياخد الشام من زمان، من سنة 1810 وهو بيطلب من السلطان العثماني انه يتنازل له عن الشام مقابل مبلغ من المال. شوف انت عايز كام يا عم السلطان وانا رقبت سدادة. لكن السلطان رفض وطلبها تاني لما راح الجزيرة العربية يحارب الوهابيين. قال له يا عم السلطان اديني الشام علشان اقدر اسيطر على الموقف وانتصر على الوهابيين. برضه السلطان العثماني رفض، وتزيد الفكرة دي وتشعل اكتر في دماغ محمد علي لما ضم السودان وبيجي معاه مصر والسودان والجزيرة العربية. مش فاضل غير الشام ويحقق حلمه في تكوين الرابطة العربية. ولما راح اليونان وتدمر الاسطول بتاعه والسلطان اداله جزيرة كريت، محمد علي قال له الجزيرة بعيدة واهلها متمردين كل شوية هيعملوا قلق ومشاكل، بلاش كريت اديني الشام بدلها. وبرضه السلطان العثماني يرفض. محمد علي قال انا كده عداني العيب يا جماعة، طلبت الشام كذا مرة بالذوق والادب ومفيش فايدة، ما بدهاش بقى، أنا لازم أروح وأخضع الشام بالقوة العسكرية. بس قاعد محمد علي يفكر هيروح بحجتية، هيقول أنا بعت قواتي على الشام ليا. وبعد تفكير وتفكير اكتشف إن في فلاحين هربوا من مصر على الشام علشان يهربوا من الضرائب والخدمة العسكرية. الفلاحين دول قاعدين في عكا، راح جاي لولي عكا أنا عايز أرجع الفلاحين دول على مصر. لكن ولي عكا رفض ومرضيش يرجع الفلاحين، وقال إن الفلاحين دول رعايا عثمانيين من حقهم يستقروا في أي مكان تابع للدولة العثمانية. محمد علي قال له شكرا، هو ده اللي انا عايزه، انت كده اديتني المفتاح او السبب او الحجة اللي تخليني ابعت قوات عسكرية للشام. قال ايه؟ علشان يرجع الفلاحين اللي هربوا من مصر. منك انت يا محمد يا علي. وفعلا بعت قواته العسكرية بقيادة ابنه ابراهيم ودخلت الشام وحققت انتصارات كتير ورا بعض. الاول دخل عكا، فاكرين عكا اللي نابليون ما قدرش يدخلها لكن الجيش المصري قدر يدخل عكا، تخيل. يبقى ده معناه ان الجيش المصري كان قوي جدا. بعد عكا دخل دمشق وبعدها حمص لغاية ما وصل للحدود الشمالية لسوريا. ولازم تعرف ان دخول محمد علي الشام يعتبر صدمة حضارية للشام. ليه؟ لان الشام كانت تحت الحكم العثماني، عاملة زي مصر قبل الحملة الفرنسية، كان مكفول عليها وعايشة في عزلة من سنة 1516. وعشان الناس دي ما شافتش حضارات تانية، حتى نابليون ما قدرش يدخلها. مصر شافت الحضارة الفرنسية واتطورت ايام محمد علي وبقيت احسن واحسن، لكن الشام زي ما هي على قديمه. علشان كده محمد علي عمل شوية اجراءات لما دخل الشام. اول حاجة فرض الامن والنظام في البلاد، ما هو لازم نسيطر علشان نعرف نشتغل. واخضع الامراء الاقطاعيين اللي هم زي الملتزمين اللي كانوا في مصر. الناس دي اللي هم الاقطاعيين كان عندهم اراضي كتير ومعاهم سلاح، راح محمد علي نزع منهم السلاح علشان ما يعملوش مشاكل وبدأ يهتم بالتجارة والزراعة. وفرض نظام التجنيد، فرض نظام التجنيد على اهالي الشام، يعني هياخد جنود من الشام. ومش بس كده، ده كمان اقر سلطة الحكومة المصرية على الشام. يعني ايه؟ يعني الشام بقي تابعة للحكومة المركزية اللي في مصر وتاخد القرارات من مصر، يعني من محمد علي. انسوا بقى السلطان العثماني اللي كان بيتحكم فيكم، خلاص بح مفيش سلطان عثماني بعد كده. ولما ضم محمد علي الشام بقي معاه مصر والسودان والجزيرة العربية والشام، وبالشكل ده اخيرا قدر يعمل الرابطة العربية اللي كان بيحلم بيها من زمان. بس للأسف الحلم ده ما طولش واتقلب عليه كابوس. ليه بس خير؟ كان فيه جماعة بيراقبوا محمد علي من بعيد ومش كان عاجبهم اللي بيعملوه. والجماعة دول هم مين؟ الدول الأوروبية. تعال نشوف موقف الدول الأوروبية وازاي اتدخلت علشان توقف محمد علي. بعد ما دخل محمد علي الشام وسيطر عليها وبيجي تحت يده مصر والسودان والجزيرة العربية والشام، وكده هو حقق الرابطة العربية اللي كان بيحلم بيها. مش يسكت بقى محمد علي ويهدى على كده، لا، عدى الحدود الشمالية
دخل سوريا ودخل أراضي الأناضول وقعد في حتة اسمها أدنى، وكده خلاص لو كمل هيروح على الأستانة. انت تعرف يعني ايه الأستانة؟ لازم تعرف ان الأستانة دي عاصمة الدولة العثمانية. يا ليلة سودة، السلطان العثماني ما بقيش عارف يعمل ايه. يلا نجمع قواتنا بسرعة ونروح نوقف الراجل المجنون ده بدل ما نلاقي القوات المصرية جوا بيوتنا. وفعلا القوات العثمانية راحت واتقابلت في معركة قوية جدا مع القوات المصرية. وتفتكر ايه اللي حصل؟ نجحت القوات المصرية في هزيمة القوات العثمانية، وبقي الطريق مفتوح قدام محمد علي على الأستانة عاصمة الدولة العثمانية. يعني محمد علي هيقعد مكان السلطان ويبقى تحت يده كل الولايات التابعة للدولة العثمانية. مين اللي اتجنن وبقي يشد في شعره؟ الدول الأوروبية. اتجمعت الدول الأوروبية كلها وقالت لمحمد علي اوقف مكانك يا مجنون، لو اتقدمت خطوة واحدة هندمرك وندمر الجيش بتاعك اللي انت فرحان بيه. انت فاكر ان الدنيا سايبة؟ بصراحة محمد علي في اللحظة دي خاف. محمد علي اللي جيوشه عمالة تنتصر في الحروب خاف من الدول الأوروبية لأنها ممكن فعلا تدمره. قام محمد علي بعت لابنه إبراهيم قائد الجيش وقال له استنى يا ابني بالله عليك، وقف مكانك وبلاش تتهور، الدول الأوروبية كلها متجمعة ومش هينفع نوقف قدام كل الدول دي، اصبر لما نشوف آخرتها هي. بس في هنا سؤال مهم، هي الدول الأوروبية بتعمل كده ليه؟ لازم تعرف ان الدول الأوروبية كانت مبسوطة ان الدولة العثمانية ضعيفة وكانت مستنياها تنهار علشان تفرق أملاكها عليهم. يقوم ياجي واحد زي محمد علي يدمر كل ده وياخد كل حاجة في كرشه؟ لا طبعا، لازم نوقف قدامه ونوقفه عند حده. وتاني حاجة السلطان العثماني ضعيف، احنا اللي بنمشي كلامنا عليه، ما يقدرش يقول لنا لا. لكن محمد علي قوي، لو قعد مكان السلطان العثماني يا عالم ايه اللي هيحصل؟ احنا مش عايزين حد تاني يكون قوي غيرنا، احنا الدول الأوروبية العظمى القوية اللي مسيطرة في المنطقة، ومش هنسمح لأي قوة تاني هتظهر معانا على الساحة. المهم الدول الأوروبية جابت محمد علي والسلطان العثماني وخلتهم يعملوا اتفاقية بينهم اسمها اتفاقية كوتاهية، اللي كانت من نتائجها ان محمد علي اللي بسط نفوذه على الشام وأدنى وبقي محمد علي سلطان على كريت ومعظم الجزيرة العربية والحجاز. اتفاقية كوتاهية كانت مجرد هدنة بين السلطان العثماني ومحمد علي، كل واحد فيهم قعد يعد حساباته من التاني ويفكر هيعمل ايه. من ناحية السلطان العثماني راح عمل معاهدة في السر مع روسيا، معاهدة دفاعية هجومية. يعني ايه؟ يعني العثمانيين والروس يساعدوا بعض عسكريا، حد يهجم عليك اساعدك وحد يهجم علي تساعدني، كل واحد فينا يساعد التاني قدام اي خطر خارجي او داخلي. السلطان العثماني عمل كده علشان يقدر يخرج محمد علي من سوريا. محمد علي يعمل ايه؟ سنة 1834 راح لقناصل الدول الأوروبية قال لهم انا هعمل الاستقلال التام عن الدولة العثمانية، لكن الدول الأوروبية حذرته وقالوا له بلاش تعمل الحركة دي دلوقتي، احنا مش راضيين عن الخطوة دي، اهدى ولم الدور. سكت محمد علي شوية وجدد الموضوع تاني سنة 1838 راح للدول الأوروبية وقال لهم انا المرة اللي فاتت كبرت لكم علشان خاطركم وسمعت كلامكم، لكن السلطان العثماني مش سايبني في حالي وعمال يعمل دسائس ومؤامرات ويقلب الناس عليه في الشام، انا لازم انفصل عنه. لكن برضو الدول الأوروبية ما وافقتش على طلبه، ومحمد علي ما ينفعش يعمل الحركة دي من غير ما توافق الدول الأوروبية، ممكن يدمروه. وزي ما انت عارف ان الدول الأوروبية ما يهمهمش غير مصلحتهم، هم مش بيعملوا كده علشان خاطر عيون السلطان العثماني او انه صعبان عليهم مثلا، هم بيعملوا كده علشان خايفين من قوة محمد علي، لان لو زادت قوته تبقى خطر على التوازن الدولي اللي هم مسيطرين عليه. وفي نفس الوقت كانت انجلترا عاملة معاهدة تجارية اسمها معاهدة بالطليمان. المعاهدة دي بتنص على إلغاء نظام الاحتكار اللي عمله محمد علي في مصر، وطبعا السلطان العثماني كان موافق جدا على هذه المعاهدة. بس السؤال هنا ليه الدول الأوروبية عايزة تلغي نظام الاحتكار بتاع محمد علي؟ ده محمد علي عمله عندنا في مصر، انتم متضايقين ليه؟ اقول لك ليه يا سيدي. محمد علي لما عمل نظام الاحتكار وطور في مصر ووقف الواردات، يعني ما بقيش يشتري حاجة من برا، وعمل مصانع وبقي ينتج كل حاجة عنده جوا مصر. والدول الأوروبية عندها ثورة صناعية ومنتجات كتير عايزة تبيعها، ومصر سوق كبير بتكسب منه وتاكل منه عيش. فقالت لمحمد علي الغي نظام الاحتكار وافتح البلد خلينا نشوف رزقنا. محمد علي مرضيش، انجلترا اتجننت وقعدت تقوم السلطان العثماني على محمد علي وتشعلل الدنيا وترفض اي محاولات صلح بينهم. فقامت معركة بين محمد علي والسلطان العثماني شمال حلب عند الحدود التركية السورية في موقع اسمها نزيب او نصيبين. وفي المعركة دي برضه قدر محمد علي ينتصر
وينتصر على القوات العثمانية انتصار ساحق. وحصلت حاجة غريبة ما كانتش على البال، هي الحاجة دي قائد الأسطول العثماني يسلم الأسطول لمحمد علي من غير حرب ولا قتال ولا أي حاجة. قال له اتفضل الأسطول اهو بألف هنا وشفا على قلبك. ولما خد محمد علي الأسطول العثماني تفوق أكتر وأكتر على الدولة العثمانية برا وبحرا. مين يتضايق من الموضوع ده؟ الدول الأوروبية طبعا. راحوا للسلطان العثماني، تعالى يا عم السلطان، تعالى يا خيبتها، مش قادر على محمد علي. واتجمعت الدول الأوروبية كلها ما عدا فرنسا وعملوا اجتماع مع بعض من غير فرنسا ما تعرف، وقالوا الكلام ده ما ينفعش، احنا عايزين نخلص الحكاية دي، نجيب السلطان العثماني ومحمد علي ونسوي الموضوع. السلطان العثماني قال لهم ماشي انا معاكم، شوفوا انتوا عايزين اياه واعملوا. فعملوا معاهدة اسمها معاهدة لندن او تسوية لندن. الكلام ده كان سنة 1840. وعملوا شوية شروط على محمد علي. تعال نعرف ايه شروط معاهدة لندن. قالوا لمحمد علي اسحب قواتك من جزيرة كريت والحجاز وأدنى، المدن دي تسيبها وترجعها للسلطان العثماني، وترجع كمان الأسطول العثماني اللي انت خدته، فاكر الأسطول اللي انت خدته من غير حرب يرجع تاني للسلطان العثماني. ايه يا جماعة كل ده؟ امال هتسيبوا له ايه؟ هنسيب لك مصر تحكمها انت وعيالك، يعني بعد ما تموت ان شاء الله عيالك يحكموا مصر بعدك، وهنسيب لك كمان عكا، بس عكا ليك انت بس تحكمها طول حياتك، وبعد ما تموت ترجع للسلطان العثماني. طب والسودان يا مستر؟ محدش جاب سيرتها ليا، لان السودان ما كانتش تبع السلطان العثماني، محمد علي هو اللي دخلها. وقالوا له بالنسبة لحكم مصر اوعى تفتكر ان مصر بقت بتاعتك يعني هتستقل بيها، لا يا حبيبي، ده انت هتحكمها بصفتك والي عثماني، وتبعت الجزية السنوية اللي هي الضرائب تبعتها للسلطان زي ما كنت بتعمل زمان. وبما انك والي عثماني هيسري عليك كل المعاهدات اللي عملها السلطان العثماني مع الدول الأوروبية، وأول معاهدة هي بلط الإيمان اللي بتلغي نظام الاحتكار يا حلو، والقوات بتاعتك سواء البرية أو البحرية يعتبر جزء من قوات السلطان العثماني، يعني القوات دي يقدر السلطان العثماني يستخدمها في أي وقت وتكون تحت أمره ولازم تسمع كلامه. هي يا جماعة الذل ده انتم ليه بتعملوا فيها كده؟ هو ده اللي عندنا يا عم محمد يا علي، وهندي لك مهلة 10 أيام، ولو عدوا ال10 أيام وما وافقتش هناخد منك عكة، ولو عدى 10 أيام تاني وما وافقتش يبقى السلطان العثماني من حقه ياخد منك ولاية مصر، ولو عملت أي قلق أو افتكرت نفسك أقوى من السلطان ساعتها مش هتلاقي السلطان لوحده، كلنا هنستخدم القوة ضدك ونحمي عرش السلطان العثماني. وكل الدول الأوروبية وقعت على المعاهدة دي ما عدا فرنسا. ليه؟ اشمعنى فرنسا؟ لأن فرنسا ما كانتش موجودة أصلا، عملوا المعاهدة في السر من وراها. طب ليه من وراها؟ لأن انجلترا في بينها وبين فرنسا تنافس وصراعات ومشاكل، فعملت المعاهدة مع الدول الأوروبية من غير ما تعرف فرنسا. قامت فرنسا زعلت طبعا، تعمل ايه؟ بدأت في تحريض محمد علي وقالت له يرفض المعاهدة، فتشجع محمد علي ورفض شروط المعاهدة واستعد للحرب، واستعدت الدول الأوروبية لحصار محمد علي. لكن فرنسا اللي كانت بتشجعه عملت معاه القلاشة وتخلت عنه وسابته لوحده. وكمان أهالي سوريا عملوا ثورة ضد محمد علي. محمد علي لما لقي الحكاية كده قال مش هينفع أكمل بالشكل ده، واضطر لقبول شروط معاهدة لندن، وبكده مصر خسرت التوسعات الخارجية اللي حصلت عليها والبلاد الكتير اللي فتحها محمد علي وكانت تحت سلطته. بس كسب حاجة مهمة، هو ان كل العالم عرف ان مصر لها قوة لا يستهان بها ولها شخصية دولية يتعمل لها ألف حساب، بعد ما كانت مجرد ولاية عثمانية متميزة. وبعد المعاهدة أصدر السلطان العثماني فرمانيا سنة 1841. الفرمانين دول عملوا قيود قوية على مصر، هي القيود اللي عملها عم السلطان قال لمحمد علي انت مصر بتحكمها انت وولادك، بس اي حد يحكم من ولادك لازم ياخد فرمان الولاية مني من السلطان العثماني، انا اللي عينه والفرمان يطلع من عندي، لان انا اللي هختار مين اللي هيحكم من ولادك، مش لازم يكون الكبير، يعني افرض انا عايز حد تاني من ولادك يبقى انا اللي اختار واطلع الفرمان باسم اللي انا عايزه. ماشي. ايه تاني يا عم السلطان؟ اي اتفاقيات اعملها مع اي دولة تاني مصر هتلتزم بيها وتنفذها، مش هروح اتفق على حاجة مع دولة تاني وانتم ترفضوا وتصغروني قدام الناس، مفيش الكلام ده. طب ما احنا قلنا الكلام ده في معاهدة لندن يا عم السلطان. ايوه احنا اتكلمنا في المعاهدة عن الدول الاوروبية، وانا دلوقتي بتكلم عن كل الدول، اي دولة في العالم سواء كانت اوروبية او غير اوروبية. والفلوس اللي انت غيرتها باسمك يا محمد يا علي فلوس ايه؟ هو انا خدت حاجة؟
انت هتستعبط؟ مش انت حطيت اسمك على الفلوس بدل اسم السلطان العثماني؟ الفلوس دي ترجع تاني باسم السلطان، يعني اسم السلطان يتكتب على العملة زي ما كان، وتبعت لي الضرايب كل سنة زي ما انت عارف. طب ما احنا قلنا على الضرايب في معاهدة لندن. ايوه، وفوق الضرايب تبعت لي كمان ربع الواردات، يعني ربع الفلوس اللي بتحصلها الحكومة المصرية. وبص بقى، عايز اقول لك كمان على حاجة تاني، عدد الجيش بتاعك ما يزيدش في اي حال عن 18,000 جندي، وما تعملش سفن حربية تاني. مش من حقك تعمل سفن حربية اصلا الا باذن مني، انا اللي اقول لك تعمل ولا لا. معاهدة لندن والفرمانيا اللي اصدرهم السلطان العثماني هم اللي اخروا استقلال مصر عن الدولة العثمانية، مع ان الفرصة دي كانت سهلة قبل كده ايام انتصارات محمد علي لما السلطان خلاه من حاكم تابع الى حاكم مستقل. لكن للاسف كل ده انتهى، وفضلت مصر تابعة ببنود معاهدة لندن والفرمانيا بتوع السلطان العثماني لغاية ما تولى اسماعيل باشا حكم مصر وخلى مصر دولة مستقلة. وكده خلصنا درسنا النهاردة، واشوفكم على خير ان شاء الله في الدرس اللي جاي. فما تنسوش يا ابطال تشتركوا في القناة، وكمان تفعلوا زر الجرس علشان توصلكم فيديوهاتنا اول باول، وكمان تعملوا لايك للفيديو وتشيروه مع اصحابكم علشان ده طبعا بيساعدنا ويخلينا نستمر. واشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم.